Welcome back to my YouTube channel. النهارده episode 3 وقررت قرار قبل ما انام. هنا الحته اللي فوق انا ما كنتش عارفه احط فيها ايه، فهحط البي ار باكجز اللي انا سايباها متبقيه. انا في بي ار باكجز كانوا عاجبني كتير قوي وللاسف رميتهم عشان ما كانش عندي مكان في الاوضه، فهنحطهم فوق دلوقتي مع بعض. وقلت انا مش هعمل حاجه من غيركم، واعذروني لحد ما يرجع لي المايك ولحد ما اجيب الكاميرا. بصوا انا اللي في بالي ان هحط البي ار باكجز فوق خالص، وهنا ممكن احط الباجز اللي انا بجد بحبها وبستخدمها on a daily basis. انتوا مش شايفيني عشان هنطلع فوق دلوقتي. انا بفكر ان انا احطهم كده، الحاجات اللي هي شكلها لزوز. ده كان بتاع الفالنتاين لوريال واختين الكولاب. البوكس بتاع CeraVe انا شكله عاجبني قوي لزوز. اصلا I can organize my stuff here، بس احطه هنا ولما يجيلي اي PR باكج هحطها تاني. وفي حاجه، انا البوكس بتاع دايسون انا حطاه فوق الجزمه اللي قلت لكم ان انا هرميها، فممكن احطه هنا. اكيد الجزمه مش هرميها، يعني هديها لاهلي يعني يشوفوا يعملوا بيها ايه. احطها. محمد لما جاب لي الدايسون عمل لي انجريف باسمي N.T وقلب ندى طارق. هي مش فكره ان انا مش بستخدمها، بس انا حطاها في الدرج ف مش هرميها اكيد. This is my watch، وبرده السان جلاسز بتاعتي، فانا مش عارفه احطهم فين. انا زي الذكيه نسيت ان انا اعمل درج اكسسوارز، فهخليه برده اعمل لي درج اكسسوارز النجار. مش عارفه احطهم فين، هنسيبهم تحت. المفروض ان هو ديكوريشن، فهنشوف هنحطه فين. ماك بوك، ودي كلها مليانه اكسسوارز. ودي الشنطه اللي محمد جابها لي في الفالنتاين I love it so much بصراحه، عشان شكلها حلو قوي واليجنت، يعني هو ذوقه حلو قوي بصراحه. بصوا قولوا ما شاء الله. كوتش باج I love it، يعني I really love it. هحطها بالشكل ده. هحط اختين باجز، وبما ان احنا بنوضب وفي حاجات جوايا الصراحه عايزه اقولها لكم. جماعه اي حد بجد، في ناس كتير قوي بتضحكني اللي بيكتبوا لي اللي هو واخداه عشان فلوسه، واخداه عشان مش عارفه ايه. جماعه انا ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله، انا مش محتاجه حد عشان فلوسه، انا مش محتاجه فلوس حد، انا مش محتاجه حد في حياتي عشان يسابورت financially. انا الحمد لله اهلي مكفيني، وانا مكفيه نفسي، وبشتغل على نفسي من وانا صغيره. دي حاجات في الشنطه من وانا في دبي، فبنطلعها عشان نرصهم. ايه ده؟ معايا دراهم لسه. انا اهلي مكفيني. انا حبيت محمد عشان محمد. انا اول ما شفت محمد عايزه اقول لكم كانش معاه عربيته. انا ما كنتش اعرف معاه عربيه ايه، ما كنتش اعرف اي حاجه عنه. ولما حبيته عشان شخصيته هو، وحبيته عشان اهله محترمين، واهله ناس كويسه جدا، وهو حبني عشاني وعشان اهلي كويسين معاه وبيحبوه. فانا اللي هو بالنسبه لي الناس دي بتضحكني قوي، بيضحكني قد ايه هم بيدوروا على عيب في غيرهم. يعني حتى لو هيغلطوا فيه، حتى لو هيهنوه، هم بيدوروا still على عيب في غيرهم، which is something I don't mind. بس يعني يا جماعه come on، يعني ممكن تروحوا تمسكوا حد تاني مش انا، فاهمين؟ والبنات الناقصه بس هم اللي يبقوا بيدوروا على راجل ان هو يملأ حياتهم بفلوس. انا مش ناقصه. دول اكتر باجز بحبهم. كوتش اللي لسه محمد جايبها لي، اختين اللي محمد جابها لي، اختين اللي جبتها لنفسي، لو موسكينو جبتها لنفسي. فحاسه ان شكلهم هنا لطيف. بصوا هو انا بحاول اديكوريت لحد ما اجيب ديكوريشنز، فاهمين قصدي؟ فالمهم عشان ننهي جدل الواسع وراء هل انا محتاجه فلوس ولا لا، انا مش محتاجه فلوس. ومحمد he knows that quite well. محمد ما بيصرفش عليا، محمد ما بيعملش الحاجات اللي هو مش المفروض يعملها. يعني عمره ما بيصرف عليا، عمري ما باخد منه فلوس، عمري ما بستلف منه فلوس، وانا عارفه ان انا لو استلفت واحتجت هو هيسلفني. بس انا مش الشخصيه دي ابدا، عشان انا I have my family I have myself. why would I lean on someone else لما يكون انا لسه معايا؟ موتوا بغلكوا وفرسكوا، انا مش عارفه اجيبها ازاي. انا مش محتاجه حد، ومحمد برضو مش محتاجني. واحنا
نبسط بعض زي ما قلت لكم قبل كده، ان هو عشان هو عايش في دبي وانا عايشه في مصر، فكل ما بنشوف بعض بنجيب لبعض هدايا. هل ده الصح؟ لا، معاكم حق. ليه؟ عشان احنا المفروض ان احنا نحوش ل our future، وده اللي احنا بنعمله. احنا we are taking things very very seriously، واهلي عارفين انا مبخبيش اي حاجه عن اهلي خالص. فانتوا صح، بس للاسف احنا شباب وبنحب بعض، ف بنحاول نحوش وهو بيحاول يحوش، و at the same time بنبسط نفسنا. فاهمين قصدي؟ اللي هو انها نكريت ميموريز ويبقى معانا حاجات ملموسه للنفس للشخص. يعني حاجه انتوا ما تعرفوهاش، انا واخده الدباديب اللي انا كسبتها في الJBR او جلوبال فيليج، انا رش عليها البرفيومز بتاعته وهو كذلك. في حاجات سنتمنتال انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. ان انا قررت قرار هنقل برفيومز برضو هنا، لان انا في حاجات مش بشوفها خالص فهنقلها هناك. وانا واحده ما بحبش حد يضايقني بالكلام، فبعمل بلوك على طول. دي اكتر حاجه مريحه في حياتي. ليه ندى بتعملي بلوك على طول؟ لان انا بشوف ان انا اكتر واحده لو انا ما بحبش حد، او حد مثلا بيطلع لي على FYP بيج وانا مش بحبه، فاول حاجه هعملها ان انا هعمل له بلوك. هل ده هيهني؟ لا. هل ده هيهينه؟ لا. بس اللي يهني ان انا اخش اغلط في حد في الكومنتس. طب ليه الكراهيه دي؟ جبتوا الكراهيه دي ليا منين؟ جبتوا الكراهيه دي لحد منين؟ بس هل انا بتضايق؟ لا. ليه؟ لان انا شخصيا عارفه نفسي، انا ما بغلطش في حد، ما بضايقش حد، ف ما بزعلش. بس sometimes ممكن ازعل، يعني مش هحاور عليكم. ساعات ممكن اتضايق واقول اللي هو طب ليه حد ممكن يفكر فيا كده؟ ليه حد ممكن يشوفني ان انا وحشه؟ وبالذات الموضوع تطور قوي مع محمد، ان الناس شايفاني ان انا بستغله عشان فلوس. يا جماعه هو مش اهبل، ده مبدئيا هو راجل كبير عاقل، الفرق ما بيننا 4 سنين، هو اكبر مني وانضج مني وعارف كويس قوي لو حد بيستغله. بس اقول لكم على حاجه، اللي انا توصلت له ان في بنات مش قادره تفهم فكره ان هي she's worth it، هي تستاهل تتعامل كويس، تستاهل تتعامل باحترام، ما تتعاملش وحش. لا، هي لازم تبقى متقدره بكتير. لا، هما متضايقين قوي ان ازاي في بنت عايشه حياه الحمد لله كويسه ومبسوطه وسعيده. ما بفهمش الصراحه. اتضايق في الاول بصراحه، كنت بتضايق، بس بعدها اكتشفت ان ندى انت هتتضايقي على مين وليه؟ يعني do they matter to you؟ لا. هل هما بيفيدوكي في حاجه؟ لا. طب انت هتتضايقي ليه؟ يعني الناس دي بتدي طاقه سلبيه وخلاص. عمري ما كنت الشخصيه اللي هطلع ازمها في حد او اغلط في حد for the sake of likes على comments for the sake of likes على فيديوز. كده وزعنا البرفيومز، حاولت ان انا اخلي البراندز كلها هنا واللوكال براندز كلها هنا. ده كده منظر اللي هي اللوكال براند برفيومز، ودي اللي هي الهاي اند براندز. بس انا كنت عايزه انظمها بشكل عشوائي، بس مش عارفه ليه طلع معايا بشكل منظم قوي. انا مش هقدر احط حاجه في الدرج ده لحد ما يتصلح. مش عارفه احط ايه في الدرجين اللي هناك دول. يعني ممكن احط اي شادو باليتس تبقى هناك اسهل لي، ممكن احط الفاونديشن وكده، وحاسه ان لو اتحط الفاونديشن هناك هيبقى احلى بكتير. بس كنت عايزه احطه في اول درج، مش هقدر احطه في اول درج للاسف عشان مكسور. at the same time انا ما جبتش organizers، فمش عايزه اتعب نفسي على الفاضي. نيجي بقى لحاجه، انا عندي حوالي 12 كاندل من باث اند بودي عشان بحبهم قوي، فمش عارفه اوزعهم ازاي على الاوضه. ممكن احط واحده هنا كده، احط واحده فوق جنب الدايسون يبقى شكلها حلو، بينك 1000 wishes مع الدايسون. ده دولاب فيه شنط كتير قوي. انا واحده كنت بحب البيدد باجز، كنت صارفه فلوسي كلها على البيدد باجز، بس دلوقتي انا مش بلبسهم قوي، ف هندكلتر مع بعض بعقل. انا حاساها عمليه جدا وهستخدمها في اوقات كتيره قوي وشكلها حلو، فممكن اسيبها. بس مع ان جبت اختين سودا عشان افضل استخدمها كتير. صغنونه ولذيذه بصراحه، بحبها قوي. كنت جايباها من SHEIN وعجباني بصراحه. كنت بحب البيدد باجز قوي يا جماعه، مش عارفه افرط فيها. الحمرا حلوه قوي. دي جس وبحبها قوي، بس هي الفكره بصوا حصل فيها معرفش ليه جس معايا بتقشر كتير قوي، ف مش هين عليا ارميها، بس انا مش هستخدمها عشان مقشره. اقول لها باي باي. لا مش ماي ستايل اني مور. كيبلينج باجز ما بقدرش افرط فيهم من وانا صغيره، مامي الله يرحمها كان جايبها لي و بقدرش افرط فيهم. دي شكلها لزوز وجولد وانا ما عنديش حاجات جولد كتير فممكن نسيبها. دو زيها بس سودا من SHEIN،
لزوزه بصراحه، بحبها. بحب اي شنط صغيره، انا كلبة شنط صغيره. طبعا دي تحفه، دي لونها فظيع. لا انا ما كرهتش البيدد باجز، انا بس بطلت البسهم. دي عمري ما استخدمتها ومش هستخدمها، فحد غيري اولى بيها. انا ما حبيتهاش عشان انا ما بحبش البيدد السترابس بتاعتها كده. دهب، سينا، نويبة هستخدمها. دي شنطة جدتي الله يرحمها. it's an iconic piece بصراحة. it's a statement piece بصراحة، وعجباني قوي. لا سيبها طبعا. دي لونشون باج، بحبها قوي. stapling bags مع اني ما بستخدمهمش خالص، بس مش قادرة افرط فيهم. فاكرة الباج دي منين، بس كانت حلوة قوي يعني. I love it. لا خليني. انا لزوز قوي، كانت صاحبتي جايباها لي في عيد ميلادي. I'll keep this one as well. دي no way البسها. شنطة Guess اكيد I'll keep it. لزوزة للبحر طبعا، خطيرة للبحر. معرفش ليه بس النتد ما بتلقش عليا، بس شكلها حلو بصراحة وبلاك، ف I may use it anytime. not me anymore. تحفة تحفة، بحبها قوي، بس خلاص قشرت يعني خلاص. كروس، فانا بحب الكروس، حلوة حلاوة مش طبيعية، بس محتاجة تتنضف، فهنخليها it's Guess. مش بلبسها عشان it has a silver strap و at the same time ما بتقدريش تشيليها، لا بتفك، فهنخليها. لا ممكن نحتاجها، مع اني مش الشخصية اللي بتلبس سيلفر خالص. خلصنا هنا، هنخش على الحتة التانية. مش قادرة تتفتح من كتر ما الحاجات محشورة يا جماعة، يا لهوي. دي فانكي بانكي فانكس بوبس قوي. دي سيلف ذا براند I'll keep it، مع اني ما استخدمتهاش. Guess برضو I'll keep it طبعا. ساعات I may use it. Of course I will keep it. بحر طبعا، بحر طبعا، بحبها مش عارفة. براون I won't use it. انا عارفة السنة دي قرار جديد ان انا مش هخلي حاجة انا مش هستخدمها، لان بجد غيري اولى بيهم، بجد غيري هينتفع منهم وهيحبهم قوي، هيتبسط. دي حلوة قوي قوي، زوزة، بس هي مش بتليق على لبس عندي يعني، مش عارفة. تحفة، لونها فظيع، جذابة. دي برضو حلوة قوي، شكلها حلو، بس مش انا قوي، فممكن may ask my mom if she needs it. لو لا هديها لحد. دي مش هلبسها، لا. دي كنت جبتها من ديجافو، مش عارفة كان عقلي فين في اللون ده. لزوزة it's summery vibes. اورنج، لزوزة قوي، شكلها حلو. دي بحبها قوي، تيد بيكر، تحفة، لونها فظيع، very very spacious، ف I think I'll keep it طبعا. oh my god انا بدور على الحاجات دي بقالي كتير. سول دي جانيرو ميست سانيتايزر، ليب جلوسز فانتي، بقالي قرن بدور عليكم. I'm crying right now خلاص. ليب لاينر سيبال، سمر فرايديز، ليب بون شارلوت تيلبري، ليبستيك، بدور عليكم بقالي كتير، افتكرتكم ضيعتكم والله. ودي برضو لونها حلو، فكده احنا حطينا النتد كلهم هنا. برضو جاس باج، بس هي محتاجه طبعا، انا مزوده لا اللي هي YSL ليبستيكس، فككم القرف ده، بس انا محتاجه ان انا اصلح الستراب بتاعتها، فهسيبها بره. شكلها لذيذ بصراحه، قمر قمر. هنكيب ده لحد ما نشوف احنا ناويين نحط الشنط فين، وعشان نشيل الجسامه دي من الاوضه. حاطه كمان معاهم الهيلز، هنقص الهيلز. دي بقى الشنط الكبيره قوي، دي للبحر بصراحه فظيعه يعني. دي تشيل كل حاجه، واتس ان ايجيبشن لوكال براند، فتحفه. توت باجز، انا مش شخصيه توت باجي قوي، نحطهم في اي حته. ممكن اخلي بس واحده اللي هي مثلا عليها butterflies، دي لذيذه قوي. me myself and I. سيلف ذا براند بيتش باج، فظيعه. اوف يا جماعه، كنت بدور على الشنطه دي بقالي كتير. لونشون باج البلاك كلها، برضو بحبها قوي. تيد بيكر توت باج، مش عارفه عملت فيها كده ليه، فهننضفها ونحطها فوق عشان هي ما تستاهلش المعامله دي. كده خلصنا الدولاب ده. حاسه ان احنا بنتطور يوم عن يوم. فكروا معايا هحط الشنط فين، عشان عايزه ارمي الجزمه دي، مش محتاجاها، واخده مكان كبير قوي، ومش عارفه هحتاجها ولا لا الصراحه. ممكن احطها جوه، مش عارفه، بس عايزه مساحه تبقى هنا. ممكن احطها جوه، والدروب دي كده، وفي كوفي ماشين هناك، مش عارفه. احنا كده خلصنا حلقه اليوم. بس كده ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب شانل بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام and follow on تيك توك. وبس كده، اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا، وعارفه ان انا سحلاكوا، بس انتوا صحابي قلت لكم باي. love you.